مشاهدينا الأكارم، سعدتم أوقات نشرة الأخبار من تلفزيون دولة إريتريا. معكم في قاسم محمود، والبدء كالعادة بأهم وأبرز العناوين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أعلنت وزارة الصحة شفاء 6 حالات من المصابين بفيروس كورونا الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى، وذلك بعيد إجراءات التحاليل الطبية اللازمة عليهم في المختبر الوطني، وقد أرسلوا اليوم 28 من أبريل إلى منازلهم. يذكر أن 13 مصابا كان قد تم توديعهم إلى بيوتهم بعد شفائهم، ليبلغ إجمالي عدد المشافين من الفيروس إلى 19 شخصا. وحتى الآن بلغت حالات الإصابة في البلاد بمرض كورونا 39 حالة. وزارة الصحة 28 من أبريل 2020. قدمت مديريات قالا نفحي وبريخ وأربعة أسمرة وعداق حمص بالإقليم الأوسط مساعدات مالية وعينية للمحتاجين. وقدم سكان دعر قولوس بمديرية قالا نفحي الذرة والمواد الغذائية الأخرى ل 130 محتاج، ومخبز أبيل 5000 من الخبز، ومواطن يقدم 5000 نعفة ل10 أسر بمعدل 500 نعفة لكل أسرة. وألغى 10 مؤجرين إيجارات شهر إلى 3 أشهر من 30 مستأجر. وألغت السيدة إزق أمن يماني المقيمة في السويد إيجارات 3 أشهر ل5 مستأجرين لمنزلها وتغطية خدمات المياه والكهرباء لهم. وفي مديرية بريخ استخرج سكان سعد كريستيان أكثر من 119 ألف نعفة، وقدم الذرة والمواد الأخرى ومبلغ مالي يقدر ب 350 نعفة ل 150 محتاج. كما ترك 4 مؤجرين إيجارات من شهر إلى 6 أشهر ل11 مستأجر. وجمع سكان قشوط 230 ألف نعفة، ووزعت بالذرة ل 290 محتاج بمعدل 30 كيلو إلى كنتال و20 كيلو جرام حسب عدد الأسرة، إضافة إلى مبلغ مالي من 200 إلى 300 نعفة. وقدم أحد المهتمين في مديرية 4 أسمر 10 ألف نعفة للمحتاجين، وتقديم مواطن آخر دعما عينيا ل25 محتاج. وألغى 7 مؤجرين من شهر إلى 3 أشهر إيجارات 28 مستأجر. كما ألغى أخوين من عداق حموس إيجارات شهر واحد من 5 مستأجرين لمنزلهما في مندفر، وزوجين مقيمان في لندن إيجار شهرين ل3 مستأجرين. وألغت أسرة المتوفي قبر أبي يكزاو المقيمة في كوبنهاغن الدنمارك إيجارات شهرين ل5 مستأجرين لمنزلها في ماينوه بإدارة براديزوم. قدم سكان ضواحي حدش عدي وعدي قابا بمديرية عرزة 70 كنتالا من الذرة ومواد نظافة للأسر المحتاجة. كما قدم أعضاء هيئة قيادة الفرقة العسكرية 71 الذرة والمواد الغذائية الأخرى للمحتاجين في بلدة عرزة. ومنح المواطن قواني برهم معي دماء فندقه المكون من 10 غرف لوزارة الصحة لاستخدامه حتى احتواء فيروس كورونا. من ناحية أخرى تم تغريم 143 متجرا في بلدة مايدما ماليا لزيادة الأسعار في انتهاك للتعليمات الصادرة. واتخذ سكان فلفلة وهبر صليم وهبر صعدة وعريتاي وقرعبل مبادرات مماثلة ب73 كنتال من الذرة ومواد النظافة. وقدم سكان إيرا وأسندا وهويش وشغالي وأمبلداي وشاكا وقريت
أروتا 86 رأسا من الماعز، وأروتا وأسماط وشاكا وغريس 48 كنتال ذرة. وقدم تجار منشب في مديرية الشعب 54 كنتال ذرة ل 244 محتاج. وقدم سكان المديرية دعم الذرة والماعز، بينما قدم أحد مواطني منشب مواد نظافة ل 297 محتاجين، ويوزع صاحبا مخبز الخبز للمحتاجين يوميا. كما غرم ماليا 13 متجر لزيادة الأسعار وإخفاء السلع. واصل الإرثيون المقيمون في كندا تبرعاتهم لصندوق مكافحة وباء كورونا، وأضافوا إلى تبرعهم السابق الذي كان 350 ألف مبلغ 125 ألف، ليكون مجموع تبرعهم 475 ألف دولار كندي. وجاء هذا التبرع من الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في ساسكاتون ب5,000 دولار، والجالية في ساسكاتون 5,000 دولار، ولجنة الاحتفالات في ساسكاتون 7,000 دولار، والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في أدمنتون 5,000 نقفة، والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في لندن أونتاريو 2,500 دولار، وكنيسة مدهني ألم في تورنتو 5,000 دولار، وأعضاء مكتب الشؤون القنصلية مرتب شهرهم. وألغى مختلف المواطنين المقيمين في كندا ومواطن مقيم في هولندا إيجارات 2 و3 أشهر و4 أشهر، وكذلك حتى زوال مرض كورونا من مستأجري منازلهم في أسمرا وكرن. على الصعيد نفسه، ألغى مواطنون من أسمرا ودبارو وأمريكا والسعودية وألمانيا وبريطانيا إيجارات من شهر إلى 3 أشهر حتى زوال المرض في مدينة دبارو وعد خالة. بينما تقدم مؤسسات مرب لطحن الفلفل الأحمر والحمص الخدمات مجانا لشهر، ومطاحن تخلو قبر هوة للذرة والفلفل الأحمر الخدمة المجانية الأسبوعين. وقدمت جمعية المرافق الخدمية في عد خالة المواد الغذائية ل40 أسرة، ومساعدة تجار عد خالة 120 محتاج. من جهة أخرى، تم تغريم 11 متجرا في عد خالة و20 متجرا في بلدة إندا قرقيس لزيادة الأسعار وإخفاء السلع. اتخذت شرطة المرور الإجراءات العقابية ضد السيارات الخاصة التي انتهكت تعليمات قوة المهام العليا لمكافحة جائحة فيروس كورونا الصادر في الأول من أبريل لعدم الحركة دون المصرح لها. وأوضح قائد شرطة مرور الإقليم الأوسط المقدم تادس برهاني انتهاك أكثر من 400 سيارة ودراجة نارية للتعليمات. وذكر مكتب العلاقات العامة للشرطة أن الخطوة المتخذة تأتي في إطار التعليمات الصادرة لضمان سلامة الشعب والوطن، داعيا المواطنين الكف عن هذه الأعمال والتعاون مع رجال الأمن. مشاهدينا الأكارم، نشرتنا لا زالت مستمرة من الفضائية التي، لكن بعد الفاصل فكونوا معنا. أهلا بكم. على الصعيد العالمي، قال البنك الدولي الاثنين إنه سيقدم 196 مليون دولار بحلول الأسبوع المقبل إلى 64 من دول العالم الأكثر فقرا التي أعلنت عن حالات الإصابة بفيروس كورونا، لمساعدتها في التصدي للمرض السريع الانتشار. وأوضح أن حزم التمويل تتراوح من مليون إلى 15 مليون دولار لكل دولة، وستوزع بحسب الأولوية من حيث الهشاشة أو الصراعات التي تشهدها هذه الدول. وتأتي هذه المساعدات المادية ضمن برنامج التمويل الطارئ للأوبئة الذي أنشأه البنك الدولي بعد تفشي مرض إيبولا بين 2013 و2016. وستضاف هذه الأموال إلى تعهد البنك الدولي بتقديم 160 مليار دولار لمحاربة فيروس كورونا. وأضاف أن الأموال ستساعد الدول في تمويل معدات طبية أساسية وحيوية لإنقاذ الأرواح، ومعدات للوقاية الشخصية وعلاجات وأدوية، وأيضا لدعم عمال الصحة في خطوط الأمامية للأزمة. وبرنامج التمويل الطارئ للأوبئة مصمم ليغطي 6 فيروسات تعتبر الأكثر ترجيحا للتسبب في جائحة.
مدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الأمنية والصحية الخطيرة التي تعيشها البلاد بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية. ونص القرار على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة الأخطار الإرهابي وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين. وأعلنت الطوارئ في كافة أرجاء مصر في أعقاب هجومين إرهابيين في 9 أبريل 2017 استهدفا كنيستين قبطيتين في مدينتي طنطا والإسكندرية وأسفر عن سقوط 45 قتيلا. لكن تمديد الطوارئ هذه المرة يأتي تزامنا مع تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم، حيث تخطت وفياته حاجز 211 ألف. والأسبوع الماضي وافق البرلمان المصري نهائيا على تعديل قانون حالة الطوارئ بما يمنح رئيس البلاد الحق في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الطوارئ الصحية. أعلنت الولايات المتحدة أنها مستعدة للاعتراف بدم إسرائيل أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، داعية في الوقت نفسه الحكومة الإسرائيلية المقبلة للتفاوض مع الفلسطينيين. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية للصحفيين أن الاعتراف الأمريكي بهذا الضم سيتم في سياق موافقة الحكومة الإسرائيلية على التفاوض مع الفلسطينيين على أساس الخطوط التي حددتها رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويمثل هذا التصريح توضيحا لما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو سابقا حين قال إن القرار النهائي بشأن ضم مناطق من الضفة الغربية يعود إلى الحكومة الإسرائيلية المقبلة. وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المبنية على الأراضي الفلسطينية المحتلة والتي يتجاوز عددها حاليا 200 مستوطنة غير شرعية في نظر القانون الدولي. ولقيت خطة ترامب رفضا باتا من الفلسطينيين مدعومين بالقسم الأكبر من المجتمع الدولي، كونها تغلق الباب أمام حل الدولتين في الشرق الأوسط. الخبر الأخير: أجبرت قيود احتواء وانتشار فيروس كورونا القائمين على دار عرض سينمائي في باريس على إغلاق الأبواب، ما جعلهم يفتشون عن بديل للعمل، وذلك من خلال عرض الأفلام على جدار مبنى سكني مجاور. وتسعى دار السينما سعيا حثيثا لإشراك سكان المنطقة في مبادرته، حيث يقع الاختيار على الأفلام التي تعرض في كل أسبوع بالتشاور مع الجيران. وبموجب قيود العزل العام لا يمكن لسكان باريس الخروج إلا لفترات وجيزة لشراء طعام أو لأداء التمارين الرياضية، لكن لا يزال بإمكانهم مشاهدة الأفلام بالنظر من النوافذ أو الخروج إلى شرفات البيوت. انتهت النشرة. هذه تحيات الفريق العامل، ودمتم في أمان الله.